قررنا نطلع لأبعد محافظات تركيا برحلة سياحية ما تطول لها يومين. بالفعل خلينا أغراضنا بالسيارة، الجنطة، وأخذنا 3 كراسي على عددنا، وكوابا سفري للشايات، تدرون مهم الشاي بالطريق، وآخر شي الحبيب اللي هو الشاي، وطبعا أخذنا اللالينكي اللي أنا خلصته بالطريق كله. انطلقنا على الساعة ب5:30 الفجر، وخلينا الGPS على فتحية، وكانت الرحلة تستغرق 8 ساعات ضبط. واتفقنا انه اي واحد يتعب من السياقة الثاني يسوق مكانه، لكن اللي صار غير متوقع. حال نسوها ما ننطيها. 6 hours later. هذه اللي قبالنا هي قلعة القطن. اللي وراي ارض عادية، اجي شوفوها، ارض عادية، واللي قدامي ارض مو عادية نهائيا. شنو قصة هذه الارض؟ وليش احنا جينا لهنا؟ وليش هذه الارض كلها بيضة؟ باعوا على امتداد البصر الارض كلها بيضة. اجي اشوف متابعينه على مد البصر هي ارض بيضة، هذه كلها املاح. اجي تشوفون كلها املاح، ما شاء الله، شيء روعة الصراحة. اجي نشوف، احنا راح نروح ننزل من هناك. هذا مكان عبارة عن مكان يحتوي الأرض على أملاح معدنية، الأرض تحتوي على المياه المعدنية، وطبعا هذا المكان كله يزلق. أنا هسه راح أراويكم مكان، هذا المكان في منطقة اسمها دنيزلي في تركيا. طبعا أنا خايف لا أروح أزلق، يعني الصراحة هناك كله يزلق. جاي تشوفون هذا كله أملاح معدنية. مثل ما جاي نشوف الصراحة يحتاج واحد يركز كلش حتى ما يطيح بهذا هذه المياه المعدنية. جاي نشوف هذه المياه المعدنية جاية أصلا من الجبال، تشكيل الجبال. أنت لو تلاحظ أكو هناك، هسه راح أراويكم أمامنا، لو نلاحظ اللي موجود، دقيقة نقرب الكاميرا، لو نلاحظ هذا كله أبيض، والجبال الثانية كلها خضراء. سبحان الله، شيء روعة. طبعا هذه كلها مياه معدنية، نقدر ننزل إحنا هنا بهذه المياه المعدنية، وهنا واحد لازم ياخذ حذره كلش حتى لا يطيح. جاي تشوفون ياخذ حذر الى اخر درجه حتى لا يطيح. اخر شيء، اخر نقطه اللي هي هاي، اللي هي تكون عميقه، لكن هو الجبل مثل ما جاي نلاحظ. هذا هو الجبل، تعالوا اراكم اياه، بس خلي جاي تشوفون هذا هو الجبل، هذا هو الجبل. الجبل في كل مكان هو ابيض، جاي نلاحظ كله ابيض الجبل. وهذا البياض جاي هو الملح، جاي تشوفون هذا هو الملح، البياض هو ملح. جاي نشوف متابعينا الكرام، طبعا هنا نقدر ننزل احنا بهذا المي، هذه كلها مياه معدنية، بس اي شخص يجي لازم ياخذ حذر انه هو لا يروح يزلق، يعني يحط خطوات رجله في مكان يكون سبحان الله. باعوا متابعينا الكرام، هذا جبل، جبل يعني مو من صنع البشر، لا جبل كله عبارة عن أملاح، هذه كلها أملاح، هذه أملاح بالجبل موجودة. هسه راح أدخل هسه بالماء. طبعا الماء هذا هو جاي من الجبل، هذه كلها مياه أملاح وجاي من الجبل. طبعا هنا مثل ما قلت لازم واحد يكون حذر إلى أبعد درجة، وما شاء الله الماء اللي موجود دافي جدا.